انطلقت مساء الأمس الأربعاء بالملعب الكبير لطنجة منافسات كأس العالم للأندية التي يحتضنها المغرب إلى غاية 11 فبراير الجاري بمدينتي الرباط وطنجة، بتنظيم حفل استثنائي وباهر مزج بين الحداثة والتقاليد المغربية العريقة. وافتتاح الحفل بتقديم واصلات غنائية ثلاثية والفنية من مختلف المناطق المغربية، والتي مزجت بين الماضي والحاضر، وسلطت الضوء على الغني التنوع الثقافي وكرم الضيافة المغربية. كما شهدت لحظات قوية لهذا الحفل المتميز تقديم العروض فلكلورية الرائعة بلمسة حديثية، إلى جانب استعراض خصوصيات ثلاثية من مختلف مناطق المملكة، والتي لقيت استحسانا من طرف الجماهير التي حجت للملعب. وثم خلال الحفل إبراز شغف الجماهير المغربية بكرة القدم مع عرض صورة المشاهد لفرحة الجمهور المغربي احتفال بأداء متميز للأسود بالمونديال قطر، إلى جانب تقديم الناخب وليد الركراكي لكلمة المقتضبة لقيت تفاعلا وترحيبيا خاصا. وهذا تميز الحفل بفقرة خاصة بتكريم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيلي الذي وفاته المنية مؤخرا. وفي هذا الصدد تداولت عدد من الصحف والنشطاء من مختلف دول العالم صور مقاطع فيديو من حفل الافتتاح تحت تعليقات معبرة عن إعجابهم الكبير بأجواء الحفل وانبهارهم بتنظيم متميز. وأشاد النشطاء بالتنوع الثقافي الذي طبع فقرات الحفل، وكاد إبراز أهمية التعايش بين الشعوب، بالإضافة إلى تكريم الأسطورة بيليه الذي قام كثير كرة القدم. وفي السياق المتصل عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن إعجابه بالحفل الافتتاحي، مضيفا في تدوينه نشرها على حسابه الرسمي إن هذا الحفل رائع يليق بالمنافسة من حجم كأس العالم للأندية.